بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا مع حوالي 20 إعلان من جريدة الأهرام في الأسبوع الجديد لمجموعة من الوظائف متنوعة. أستأذنك تتابع الفيديو لحد الآخر، وياريت تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. أول إعلان بيقول معانا مطلوب محامي، وكمان مطلوب للعمل في براند الشوكولاتة مديرين فروع في مجال التسويق. طبعا مش هقدر اقرا لك الاعلانات كلها عشان الفيديو ميبقاش طويل على حضرتك وحضرتك تزهق مني. كمان في اعلان صغير تحت بيقول مطلوب عاملة نظافة لمعمل اسنان في مصر الجديدة. الاعلان اللي بعد كده بيقول مطلوب لفندق شهير، شيف ذو خبرة. التواصل عن طريق الميل موجود قدام حضرتك. بعد كده مطلوب دبلومات حديث التخرج لمصنع بلاستيك في العاشر من رمضان، وفي رقم تليفون للتواصل. ومطلوب لرجل أعمال سائقين، رخصة خاصة أو مهنية. آه، طبعا في أرقام للتواصل. شركة بيتكو للاستثمار السياحي والعقاري، مطلوب مدير أمن ومحامين وسكرتارية. بعد كده في شركة توريدات غذائية عاوزين محاسبين خبرة وبدون، ومطلوب مناديب تسليم وتنسيق. في أرقام للتواصل. وعندنا شركة استيراد في وسط البلد، مطلوب عمال وبياعين خبرة في مجال قطع الغيارات السيارات. بعد كده عندنا شركة مقاولات كبرى تطلب مهندس تخصص كهرباء ورئيس حسابات ومراجع حسابات وسكرتيرة تنفيذية وسائق وعامل بوفيه ونظافة. كل وظيفة من دول لها شروطها موجودة في الإعلان، وانت حضرتك هتبعت السي في بتاعك على الميل اللي قدام حضرتك. بعد كده مطلوب معانا برضو شركة مقاولات كبرى مهندسين تنفيذ ومهندسين مكتب فني بالإدارة والمواقع، مهندسين تنفيذ ميكانيكا، مهندسين تنفيذ كهرباء، محاسب، مشرفين تنفيذ. إرسال السي في هيكون عن طريق الميل اللي قدام حضرتك في الإعلان. طبعا كل وظيفة ليها تفاصيلها الخاصة وشروطها الخاصة. مصنع أدوية بيطرية في مدينة السادس من أكتوبر، بيطلب محاسبين خبرة. تمام. وفي ميل عشان تبعت السي في بتاعك. وفي إعلان تاني بيقول مطلوب مهندسين ومؤهلات عليا، شركة عقارات ومقاولات ببدر، في رقم للتواصل. وعايزين كمان صناعية ألوميتال من سكان القاهرة، في رقم للتواصل. وعايزين أمين مخزن وموظف اتش ار ومسؤول حركة سيارات بالهرم، وفي أرقام للتواصل. أصدقائنا في محافظة الإسماعيلية، مديرية التضامن الاجتماعي فرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بالإسماعيلية، بيقول عاوز وظيفة مدير تنفيذي وفقا للشروط الموجودة قدام حضرتك في الإعلان. وطبعا على أن يتم تقديم شكل الوظيفة، وذلك بمقر فرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية. طبعا الوظيفة لها شروط معينة. شركة كبرى تعمل في مجال تصنيع وصيانة السفن في سفاجة في البحر الأحمر. أصدقائنا في البحر الأحمر، يا ريت يا جماعة نشير لهم الإعلان دوت عشان يستفيدوا معانا. عاوزين كهربائي كنترول وبراد مواسير ولحام مواسير وفورمان مواسير وفورمان كهربائي. تمام. في اعلان تاني معانا في نفس الاعلان دوت، مطلوب شركة بشبرا الخيمة محاسب ومحاسب مخازن واتش ار وفرد امن، للتواصل على الرقم الموجود قدام حضرتك. وفي اعلان تاني بيقول مطلوب سكرتيرة كمبيوتر وورد اكسل ولغة لشركة في شيراتون، للتواصل على الرقم اللي موجود قدام حضرتك في الاعلان. مطلوب له مكتب محاماة في مصر الجديدة، محامين خبرة وساعي، في رقم موبايل للتواصل. في اعلان تاني بيقول شركة تجارية مدينة نصر بتطلب سواقين درجة اولى وتانية مهنية، يجود قيادة الملاكي مرسيدس والجامبو. وعايزين مندوبين وعايزين سكرتيرة وعايزين موظف تخصص كمبيوتر ساينس. ومطلوب دبلومات حديث التخرج لمصنع بلاستيك من العاشر من رمضان. إعلان معانا بعد كده بيقول مطلوب محامين نقد لديهم خبرة في المحاكم المدنية ومجلس الدولة، وموظفين من جنسين يجدوا الكتابة بالتنوين على برنامج الوورد، ومرتبات مجزية للجميع. الاستفسار عن طريق الموبايل قدام حضرتك في الإعلان. شركة شحن كبرى بالقاهرة تطلب سائقين مهني، مندوبين توزيع، فنيين ميكانيكا سيارات، مرتبات وحوافز وتأمينات، للتواصل على الرقم اللي قدام حضرتك في الإعلان. بعد كده مطلوب للعمل أنسات خدمة عملاء وشباب مؤهلات متوسطة، للتواصل على الرقم الموجود قدام حضرتك في الإعلان. ومطلوب عامل بوفيه ونظافة خبرة ومناديب خبرة وموتوسيكلات لشركة شحن وتخليص جمركي بمصر الجديدة، وللتواصل على الرقم الموبايل قدام حضرتك في الإعلان. ده كان آخر إعلان. معلش أنا قريت الإعلانات بسرعة عشان خاطر يعني الفيديو ما بقاش طويل على حضراتكم. انتظرونا في فيديوهات تانية كتيرة.
كل ما نلاقي اعلان مفيد ان شاء الله هننزله لكم، ونتمنى ان انتوا تساعدونا بعمل شير للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس اللي بتدور على شغل. في النهاية احنا قناة خدمية مجانية هدفها مساعدة الباحثين عن فرصة عمل بدون مقابل، ملناش مقر ولا مكتب في اي مكان. اي حد يقولك هات جنيه عشان اشغلك قول له اسف وبلغ عنه على طول، ده كده واحد نصاب مش عاوز يشغلك. انتظرونا ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.